ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله في الدرر الكامنة أن بعض أمراء المغول تنصر فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل أحدهم يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبجوارهم كلب صيد، فوثب الكلب على الساب فخمشه وخدشه في وجهه ثم خلصوه منه. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في محمد صلى الله على نبينا محمد. قال: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد يسخر ويستهزئ ويطيل في ذلك، فوثب الكلب مرة أخرى عليه فقبض على زردمته تحت حلقومه وموضع بلعه فاقتلعها واختلعها فمات من حينه، فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغول. كلب ينتقم لرسول الله ويغضب، فأخبرني متى تغضب؟